كمية كبيرة من الفيديوهات بشوفها اونلاين عن ازاي تعمل فلوس وازاي تعمل مبلغ كذا من كذا. وبصراحة الموضوع احيانا بيبقى محزن عن ازاي بقت ناس تروج لكلمة فلوس عشان تعمل منها فلوس. فحبيت في الفيديو ده اديك كام نصيحة لوجه الله يمكن تفيدك في حياتك وتفتح عينك من دلوقتي على تلك الأداة اللي اسمها الفلوس. اولا ليه انا بتكلم عن الموضوع ده وليه انت تصدقني؟ انا يا سيدي والحمد لله واحد ما مشيش ورا الافكار الباطله وخدع الثراء السريع المضروبه، وعندي شويه مبادئ خلتني اعمل دخل لنفسي من الصفر من اكتر من 7 مجالات مختلفه. عملت دخل من الترجمه، من التسويق، من المحتوى، من البيع، من اليوتيوب، من الانفلونسر ماركتينج، من الاسهم، من البراندنج، وحتى من الكوره. اشتغلت مع شركات من 5 قارات، وقريت اغلب الكتب الموجوده في عالم البيزنس والمال. وكنت دايما بلاقي وجه شبه بين كل شيء من دول برغم ان في منهم كتير ملوش علاقه ببعض. فعايزك تسمع مني يمكن تلاقي الخلاصه. اول نقطه، الفلوس بتولد من القيمه. مشكله ناس كتير، المشكله المدمره، انهم بيفكروا في الفلوس من وجهه نظرهم هم، مش من وجهه نظر الشخص اللي هيدفع الفلوس. ويمكن يكون ده السبب الرئيسي والاساسي لصعوبتها. لانك لازم تفتكر ان وانت بتاخد فلوس في حد تاني فلوسه بتنقص، فطول ما انت بتفكر بطريقه الاخذ قبل العطاء مش هتعمل حاجه، بل بالعكس ممكن تخسر الفلوس اللي معاك، لانك هتبقى ضحيه حاجات كتير. فلازم الأول تغير نظرتك عن الفلوس، وتفكر في الناس اللي هتدفع، وتسأل نفسك ازاي هتخدم احتياج الناس دي وتقدم لهم قيمة تخليهم يتنازلوا مقابلها عن جزء من تعبهم وشقاهم. والأهم من ده، ايه هي القيمة المادية لسد الاحتياج ده في نظر الناس. ما ينفعش مثلا تروح تقول انا هبيع كذا بسعر كذا، او انا هستثمر فلوس في المشروع ده واخد عائد بالشكل ده، من غير ما تعرف مدى أهمية الحاجة اللي بتقدمها عند الناس. الناس دايما بتكون مستعدة تدفع فلوس في الحاجة اللي بتوفر عليهم وقت، بتوفر عليهم جهد، بتخليهم يبانوا بمستوى اجتماعي افضل، او بتخليهم يبانوا بمستوى ثقافي افضل. لو بصيت على كل المنتجات والخدمات الناجحة هتلاقيهم بيقضوا غرض من الاغراض دي، طبعا بعيدا عن اساسيات الحياة من الاكل والشرب والملبس والمسكن وغيره. تاني حاجة مهمة جدا في الجزئية دي هي ايه اللي قدام الناس من اختيارات. عشان تقدر تقدم قيمة للناس لازم تبص على الاختيارات اللي قدامهم. كل ما كانت الاختيارات دي سهلة وكتيرة، كل ما قل العائد اللي هيجيلك من وراها، وكل ما بقى مطلوب منك انك تدور على الحلقة المفقودة في الاختيارات اللي موجودة قدامهم حاليا عشان تقدر تاخد عائد اكبر. ما ينفعش مثلا تروح تقول لا انا هعمل براند ملابس من غير ما تعرف ليه الناس هتشتري منك وسط الاختيارات الكتيرة اللي موجودة قدامهم. فلازم تقيم اللي موجود وتشوف القيمة هتيجي منين. ممكن تكون الاختيارات الموجودة غالية، ممكن تكون جودة الاختيارات دي ضعيفة، يمكن الاختيارات دي بعيدة او بتاخد وقت في الوصول للناس. بعد كده دورك بقى انك تبتدي تطور حاجة افضل منها. وتاني كل ده بيندرج تحت خلق قيمة حقيقية قبل اي شيء. وعلى العكس بقى، كل ما كانت الاختيارات قدام الناس قليلة، كل ما بقى عندك فرصة تقدم حاجة تعمل لك فعلا فلوس بسهولة. وهنا طبعا بقى بتيجي بتكنولوجيا جديدة او بفكرة جديدة او اي مشروع مبتكر. فلازم عشان تعمل فلوس تبدأ من القيمة مش العائد. ايه اللي الناس محتاجينه، ايه اللي اقدر اقدمه افضل من غيري، وبعدين تشوف بقى المقابل اللي هتاخده. تاني نقطة، الفلوس بتولد من الشغف، وحط تحتها 100 خط النقطة دي. لو رايح تعمل حاجة مش بتحبها عشان قالوا لك دي هتعمل لك فلوس، بقول لك من دلوقتي مش هتكمل ومش هتنجح فيها. لو بتشتغل حاجة مش بتحبها مش هتكبر فيها. ممكن تكون مضطر ان انت تشتغل، وكلنا بنتحط في الموقف ده، بس انصحك تدور على جنب كده على الحاجة اللي عندك شغف وحب ليها، وتعمل فيها اي حاجة ولو بسيطة، لان دي اللي هتعمل لك فعلا فلوس. الشغف هو اللي بيزقك لقدام، الشغف هو اللي هيخليك تسهر تتعلم وتزود خبرتك عشان تبقى احسن في الحاجة اللي انت بتحبها. يعني أنا مثلا شغفي وحبي لتطوير الاعمال والتسويق خلاني اسهر واتعلم واحضر كورسات واقرا كتب واكتب محتوى للقناة. ودايما اللي بقوله لنفسي ان لو حتى قريت صفحة كتاب في اليوم كده خدت خطوة لقدام. فالشغف هو اللي هيخليك تحب خلق القيمة قبل ما تفكر في العائد. فشوف ايه الحاجة اللي لما بتتكلم فيها او بتعملها بتنسى الوقت، ايه الحاجة اللي ممكن تقعد تقرا فيها بالساعات، وخد خطوة بسيطة جدا كل يوم. اقرا مثلا مقالة، شوف ناس نجحت فيها وتعلم منهم، خد كورس، شوف فيديو لحد ما تكون هي مصدر دخلك. تالت نقطة، الفلوس بتتصنع بوجود ناس حواليك. اختيارك للناس اللي حواليك واحد من اهم العناصر اللي بتساهم في نجاحك المالي. وما اقصدش طبعا انك تبقى حوالين ناس معاها فلوس وخلاص، ولكن ناس فاهمه في الفلوس، ناس قادره توجهك وتنصحك، ناس قادره تبني على اللي عايز تعمله مش تهد فيه، ناس بتتكلم في افكار، في طرق تطوير الذات، في البحث عن الفرص. في مقوله بتقولك انت متوسط اكتر 5 اشخاص بتقضي وقت معاهم، فاختار اللي حواليك بعنايه. تخيل كده لو تقدر تبني حواليك اكتر من مخ، واكتر من فكره، واكتر من راي، واكتر من نصيحه.
هو ده اللي هيحطك على الطريق الصح وهيخليك قادر فعلا تكتشف الطريق الافضل للفلوس. رابع نقطة، الفلوس بتولد من الفرص، واستغلال الفرص بيعتمد على حسن اتخاذك للقرارات السريعة. فواحدة من أهم المهارات اللي لازم تطورها عندك هي كيفية اتخاذ القرارات. إزاي تمرن عقلك إنه بسرعة يحلل الفرصة، يشوف فين حجم ووزن المخاطر في مقابل العوائد. أنا بحط لنفسي نظام في اتخاذ القرارات لأني عايز أشيل مشاعري من الموضوع. فبمشي على تشيك ليست محددة بقيم فيها الآثار السلبية والإيجابية على المدى القريب والبعيد. بسأل الناس خارج الموضوع تماما عشان آخد وجهة نظر حيادية. بدور على البلايند سبوت أو النقط السوداء اللي مش شايفها، وبحاول اراقب نفسي لما اكون بدور على دليل يثبت صحة قراري. بحاول ادور على ادلة تثبت سوء افتراضاتي عشان اقدر اخد افضل قرار ممكن. في طريقة كده اسمها 10 10 10. هنا وانت بتاخد اي قرار تخيل احساسك هيكون ايه بعد 10 دقايق، وبعد 10 شهور، وبعد 10 سنين. بص كده على التأثير اللي هيعمله قرارك على المدى القريب والمتوسط والبعيد عشان تاخد القرار الصح. فلازم تعرف ازاي تقدر تاخد قرار سريع عشان تستغل الفرص وتخرج منها بمكسب او على الاقل باقل خسائر ممكنه. وانصحك انك تحط سيستم عشان تمشي على نفس الخطوات في كل مره. خامس خطوه، مفيش مكسب بدون تكلفه، والتكلفه مش شرط تكون فلوس. التكلفه ممكن تكون تعب، احباط، الم، خساره. مهم جدا انك تبطل تفكر في تكلفه المكسب على انها فلوس بس، لانك لو فكرت بالشكل ده هتقع مع اول محنه بتقابلها. على عكس لو عملت المحن على انها مجرد تكلفه هتلاقي مفيش حاجه بتقف قدامك. فلازم تهيئ نفسك معنويا لتكاليف تانية غير الفلوس لما تكون عايز تعمل فعلا فلوس. سادس نقطة هي الفلوس وسيلة وليست غاية. لو فكرت في الفلوس على إنها هدفك النهائي مش هتحصل، وحتى لو حصلت مش هتفضل. أما لو عملت الفلوس على إنها أداة توصلك لهدف هتلاقي طريقتك في التفكير اتغيرت. أولا هتستثمر في نفسك، ثانيا هتستثمر في مشروع، ثالثا هتستثمر في غيرك، ودي أرقى درجات الاستثمار. لو فكرت في الفلوس على إنها مجرد وسيلة ولا هتقف فريسة لعمليات احتيال ولا عمليات نصب ولا أي قرارات خاطئة. لأن أول سؤال هتسأله لنفسك، هل الموضوع ده بيخدم هدفي ولا أنا بس بدور على الفلوس؟ لما تاخد الفلوس على إنها وسيلة هيبقى عندك هدف أكبر بكتير، وهتلاقي نفسك بتعمل فلوس من غير ما تحس. ولو عندك هدف لما هيجيلك فلوس هتستخدمها صح. لو جالك فلوس هتلاقي نفسك بتتنازل عن شراء التفاهات في مقابل إنك توصل لحاجة أكبر. لو عندك هدف هتلاقي نفسك دايما بتحسن وبتطور من مهاراتك ولا من شغلك. فإياك تخلي الفلوس هدفك الأساسي. الفلوس بتيجي نتيجة لسعيك لهدف أكبر. وهقفل الفيديو على الجملة دي، ويا ريت تشترك في قناتي وتسيب لي تعليق عشان تساعد القناة تكبر وتساعدني أقدم محتوى أكتر. وأشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.